راجل كان بياكل نودلز سريعة التحضير في محل بقالة، وفجأة لاحظ واحدة جنبه لابسة تقيل وهي بتشرب الشوربة. ظهر منكرها، وكان هو نفس منكير أيدوله. لف دماغه تاني يتأكد، وطلع إن البنت اللي قاعدة بتاكل نودلز دي هي المغنية المفضلة عنده، أنا. أول ما هي فهمت إنها اتعرفت، لفت وبصت له. النظرة دي خلت جاك متحمس أكتر. أنا عملت له حركة إنها عايزاه يهدى وما يتكلمش. جاك هز راسه بفهم. بعدها أنا اديت له البيضة اللي ماكلتهاش. جاك سألها بعدم تصديق، وبعد ما أخد تأكيد منها مد إيده الاتنين علشان يستلم البيضة وهو مبسوط. جاك فضل يبص لظهر أنا وهي ماشية، وبص للبيضة اللي في إيده، وقرر جواه إنه هيحمي أنا طول عمره. بعدها بوقت قصير جاك حضر حفلة توقيع لمعجبين مع أنا، وأول ما حيات الجمهور جاك لاحظ فوراً إن أنا زعلانة. ولما قرب منها أخيراً سألها بحماس. جاك بكل حرص طلع البيضة من جوه الجاكيت، بس أنا ما افتكرتش الموضوع أصلاً. افتكرت إن البيضة هدية لها، ومدت إيدها تاخدها. جاك بإحباط رجع البيضة بسرعة، وفي آخر لحظة جاك ما قدرش يمسك نفسه وسألها بقلق. أنا اتفاجئت جداً، هي كانت مخبية الموضوع كويس قوي. إزاي قدر يشوف من خلالها؟ ولما الموظفين شدوه بعيد ما نسيش يشجع أنا ويدعمها. في اليوم ده أنا وهي خارجة اتعرفت من المعجبين، وفي الشارع اتلموا حواليها يصوروها. ولحسن الحظ في اللحظة دي جاك ظهر فجأة وجه ينقذها، وبعدها مثل إنه حبيب أنا وطرد الناس دول بعيد